أرخص عليقة ممكن تعمليها للرومي وفي نفس الوقت توصل الرومي بفضل الله لأعلى أوزان، ل5 و6 و7 كيلو كمان من عمر 3 شهور أو 4 شهور. إن شاء الله بإذن الله هتلاقي معانا الرومي متربي بأقل التكاليف، وفي نفس الوقت بإذن الله صحته حلوة، مناعته عالية، ريشه كويس بيلمع، مفيش عنده مشاكل صحية كتير. كل ده وانتي بتأكلي بحاجات بعيدة عن الحاجات المكلفة، بحاجات اقتصادية وسهلة ورخيصة، مش حاجات غالية. الرومي احنا جايبينه مع بعض من اول عمر يوم، مربيينه مع بعض، من غير اي تحصينات خالص بفضل الله. عايزة اقول لك حبايبي اللي مربيين معايا في الجو ده، خلوا بالكوا اهم حاجة الناموس. الناموس ما يدخلش عند الرومي علشان ما يعملش له جدري. الجدري من أسوأ الحاجات اللي ممكن تأذي الرومي. قفلي المكان بسلك، رشي أي مبيد حشري للناموس، سواء بيروسول سواء جاز أو سولار، أي حاجة ترشيها في المكان علشان تمنعي الناموس، لأنه من أسوأ الحاجات. تعالوا ما نشوف كده هنعمل ايه أو احنا بنأكل الرومي ايه. احنا معانا أول حاجة الدشيشة الناعمة أو اللي هي الوسط. دي شيشة وسط، لا ناعمة قوي ولا خشنة قوي. دي شيشة دي عشان حبايب اللي برا مصر، دي ذرة صفرة مجروشة ناعم، او مجروشة خشن. دي مجروشة وسط، لا ناعم ولا خشن، وده انسب حجم نعمله للرومي. الرومي بتاعنا النهاردة عمر 40 يوم ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. ما كملش شهرين لسه. وهحط عليه شوية علف تركيز 21%، برغم ان هم ما بيحبوش، بس انا مش عايزاهم يكرهوا العلف خالص، لان انت شلتي العلف خالص خالص نهائي، ده بيأثر بيخلي الفرخ يضعف شوية. فانا لما احط كيلو على الكمية دي كلها مش وحش، مش مكلف. حطيت 2 كيلو من الدشيشة عليهم كيلو من العلف. لو انت عندك بقى عيش مدشوش فده هيبقى كنز حقيقي، لانه ما شاء الله بيزود اوزان الطيور بطريقة جميلة جدا. ودي طبعا الساحرة اللي انا بحبها جدا جدا، وبحب الطيور تكمل عمر شهر عشان احطها ليهم، وهي الردة. طبعا الجو حر دلوقتي، الردة بتتخزن غلط، فهتلاقي فيها حاجات ماسكة ببعضها كده، ده معناه ان الردة داخلة على انها تسوس. فانا بشيل الحاجات دي عشان ممكن تضر الرومي بتاعي، وهرميها طبعا. الكتل اللي زي كده لما تلاقي الردة مكتلة كده، شيل الحاجات دي ارميها، لان ده ممكن يأذي الرومي او اي طيور حتى البط. الاكل ده كده على الناشف، انما احنا بنعمل ليهم خلطات تانية جميلة. من غير انا بقولك ان انا هرميه، من غير من غير نشف، لا بنعمل لهم خلطات تانية زي خلطة التسمين اللي بنعملها للرومي ما شاء الله، بتعتبر بديل قوي جدا للعلف. انا بقى بحط الحاجات دي وانا قلبي مطمن، علشان انا باكل لهم خلطة التسمين اللي هي بتزود الاوزان معاهم. الخلطة دي هنحط عليها شوية حاجات كده علشان تبقى متكاملة، وعلشان تمنعي الامراض والمشاكل اللي ممكن تحصل مع الرومي بتاعك. لو الرومي جاله اي مشكلة او اي مرض او اسهال او اي حاجة، فلازم تعالجيه. ولو الرومي عنده اي مشكلة اكتبي لي في التعليقات، وانا احل لك المشكلة ان شاء الله، او اقول لك على العلاج باذن الله. اخطر حاجة بتحصل للرومي في الصيف هي الفيروسات، فدايما خلوا بالكم من موضوع الفيروسات ده. اول معلقة معايا هي الكركم. طبعا الكركم ممتاز في التطهير وفي القضاء على البكتيريا وعلى الأمراض. دي معلقة حلبة حصى. الحلبة بقى علشان زيادة الوزن، علشان بتساعد قوي، وكمان بتطرد الديدان، بتفتح شهية الطيور، بتخلي الرومي بجد في حتة تانية خالص، مع اني حطيت معلقة بس على الكمية دي. معانا كمان الكزبرة الناشفة، ممكن تحطيها، مش لازم تحطيها مطحونة للرومي في السن ده ما شاء الله، الرومي كبير، ممكن تحطيها حبوب عادي، بس المطحونة بتبقى يعني فايدتها أسرع. الكمون دي كزبرة. كزبرة بقى ما شاء الله بجد بجد يعني، يعني بتفرق قوي مع الطيور. مش هتلاقي بقى الناس اللي تقول ايه الطيور مثلا خاسة، ما بتاكلش نفسها، شهيتها مش حلوة. كتير حبايبي بيقولوا لي ان الرومي عندهم ما بياكلش. حاجات بسيطة قوي بتأثر مع الرومي. اولا لازم تجوعيه، لازم تهتمي بحاجات بسيطة كده فيه، بحيث ان يرجع ياكل تاني.
اما تجوعيه قوي وتشوقيه على الاكل هيقع على اي اكل. تحطي له برضو الاكل الحلو اللي يفتح نفسه زي الوصفات اللي احنا عملناها كتير ليهم واللي بتزود الوزن. وبرضو معلقة الكمون دي جميلة جدا، كمون والكزبرة والكركم، دول علشان صحة الرومي، عشان نرفع مناعته من الناحية المعوية والتنفسية كمان. اما معلقة الحلبة فدي عشان زيادة الاوزان. الكمون ده بيعتبر سحر، والله العظيم سحر، ما يوركيش انه احنا يعني ايه كمون يعني، لا والله بيفرق قوي 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 مع الرومي بالذات في زيادة الوزن وفي انه يكبر من غير ما يحصل له مشاكل كتير. وهحط له بقى معلقة، يعني بجد دي معلقة قرفة علشان خاطر ترفع مناعة الرومي. القرفة ما شاء الله بجد حقيقي يعني بتأثر في البني آدمين، فما بالك هتعمل ايه في الطيور. ومعلقة زعتر ناشف. الحاجات دي على قد ما هي بسيطة لكن حقيقي بتفرق قوي مع الطيور بتاعتك، والرومي بالذات حساس جدا ومناعته ضعيفة قوي، فلازم تهتمي بيها بالحاجات دي. الزعتر من الحاجات الجميلة جدا، لو عندك زعتر اخضر برضو يبقى روعة، ولو تعمليه برضو منقوع في مية وتحطي ليهم على المية يبقى جميل جدا. وكمان في عشبة بقى نحطها بجد يعني اساسي، ما ينفعش تربي رومي عليها، بس بعد معلقة الملح دي، معلقة الملح دي بقى هبدأ احطها للرومي من بعد ما يكمل عمر شهر على الاكل. ما تكتريش عشان احنا في الصيف والدنيا حر، فالملح ده ما شاء الله بيخلي الرومي اولا ما يقعدش ينقر في الارض كتير ولا في الحيطان، بيخلي الرومي شهيته تبقى كويسة وياكل كويس، بيخلي الريش بتاعه كمان يلمع ويشيل وزن معاكي كويس ويشرب مية كويس. فاضل معلقة واحدة بقى اللي هي معلقة الشيح. الشيح ده مهم برضو للرومي، عايزة تحطيها. اللي انا حطيته ده كله حاجات مهمة واساسية حسب الحالة بتاعت الطيور والصحة بتاعتهم. انا كل ده بحطه كوقاية، مش بحطه تقريبا الجزء بتاع الشيح ما تصورش، بس انا حطيت معلقة من الشيح. الشيح بنجيبه من عند العطار، واما تحطيه ليهم على الاكل او مغلي. تحطيه على الاكل 4 ايام وتوقفيه 4 ايام، او مغلي بتحطيه 3 ايام وتبطلي اسبوع وترجعي تحطيه 3 ايام تاني. عايزه الرومي بتاعك يمشي في وشه ولا يعيش ولا يجوش في الاسهالات، عليكي وعلى معلقه الشيح. وطبعا الحاجات اللي حطيناها على الاكل دي خطيره جدا والله برضو في الاسهالات. طبعا هنحط كده الاكل ده، الكميه دي ما شاء الله الرومي ما بياكلش كتير والله. مش تستهلك اكل بصراحه، بتكفيهم يومين. كل الكميه دي هتكفي الحبه اللي عندي دول. انا عندي كام تقريبا؟ كانوا 10 وبعدين جبت عليهم 4. انا جبت كام والله تصدقني؟ هو تقريبا هم من 15 واحدة ل17 واحدة، والله اعلم، والعلم عند الله. اما بعدهوش، ما بحبش اعد الحاجة يعني ببركتها كده، لان ما تعرفيش ايه اللي هيعيش وايه اللي هيموت عشان ما ازعلش. قلنا بقى ان الدورة دي تنجح وتتعدي على خير بإذن الله. واكتبوا لنا في التعليقات اي حد عنده اي اسئلة، اكتبي لي في التعليقات. ولو ما عندكيش اسئلة بقى اعملي لي قلوب كتيرة كده، واعملي لي لايكات وشيري الفيديو لكل اصحابك وحبايبك. ودعوة حلوة منكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.